حاولوا تقللوا من الفويس نوتس علشان احنا داخلين على كارثه كبيره وقربت قوي، وانا جربتها بنفسي. الموضوع ببساطه، واكيد في منكم سمعوا فيديوهات لاغاني مغنيها مغنيين تانيين غير المغني او المغنيين الاصليين اللي غنوها، واصلا المغنيين التانيين عمرهم ما غنوها قبل كده. الموضوع لسه محدود، وكل شويه يطلع فيديو او اتنين. يعني من كام يوم ظهرت اغنيه داري يا قلبي مغنيها تامر حسني وعمرو دياب ورامي صبري وحماقي، وهم اصلا كلهم ما غنوهاش قبل كده. اللي حصل انه زي ما بقى فيه صور بالذكاء الاصطناعي، بقى فيه كمان اصوات بالذكاء الاصطناعي، بقى فيه تعليم الذكاء الاصطناعي اصوات لاي حد، وهو هيخلي الصوت يقول اي كلام انت عايزه او حتى يغني لك. الموضوع لسه مش منتشر، وفي كام موقع هم اللي عاملين بيتا فيرجن ومخلين عدد قليل بس من الناس هم اللي جربوه. زي ما ميد جيرني ظهر في الاول وكان الدخول ليه صعب جدا، كان لازم تملى ابلكيشن وتقول لهم انت ليه عايز تجرب البلاتفورم بتاعهم وهتستفيد بيه ايه. انا واحد من الناس اللي قدمت في ميد جيرني في الاوائل خالص من يوليو 2022، واتقبلت وكتبت بوست وقلت يا جماعه صور الذكاء الاصطناعي هتتطور بشكل كبير قوي في المستقبل. طبعا في ناس كتير قوي ما صدقتنيش وقالت انه عمره ما هيجي على شغل ناس تانية، واحنا اللي بنحرك، وعمره ما هيطلع نتيجه كويسه. ودلوقتي شوف الذكاء الاصطناعي وصل لايه، وشوف ميد جيرني وصل لايه. دلوقتي في مواقع قليله جدا بتطور سوفت ويرز وبلاتفورم يقدر تديله صوت ويركب الصوت ده على اي صوت تاني بيقول كلام. يعني انا مثلا دلوقتي قلت شويه كلام، ممكن اخلي لك الرئيس الامريكي جو بايدن يقول الكلام ده ويبقى نفس الصوت وبنفس طريقه كلامه. يعني لو شفت في اغنيه داري يا قلبي هتلاقي تامر حسني بيغني بنفس طريقته. الموضوع كارثي لدرجه انه ممكن يخلي الرؤساء يكلموا بعض ويردوا على بعض، والناس اللي عملت ده ممكن تسرب الصوت ده كانه مكالمه سريه بين الاثنين وتم تسريبها. وهو اصلا الموضوع عامل مشاكل بين المغنيين دلوقتي في موضوع الحقوق بينهم في الاغاني. طب احنا مالنا؟ لا، ما هو الموضوع لما ينتشر ويتفتح لكل الناس زي ما ميد جيرني خلاص عدى وبقى منتشر وبقى ممكن اي حد يعمل عليه اكونت، ممكن اي حد ياخد فويس نوتس اللي بينك وبينه في الواتساب ويرفعه على المواقع دي ويخليك تقول اي كلام انت ما قلتوش. ممكن يتم بيه عمليات نصب جديده، ممكن يخلي والدك او والدتك كانهم بيكلموك في التليفون لايف ويقول لك الحقني انا عملت حادثه ومحتاج الرقم الفلاني في المكان ده، وتكون دي عمليه نصب او سرقه. الفكره ان كل ما تزود ملفات اصوات من الشخصيه اللي انت عايز تستخدم صوتها، كل ما بتعلم السوفت وير طريقه كلام الشخصيه دي وبيحسن من كواليتي الصوت بتاعه، هيتصدق اكتر. في مواقع دلوقتي ممكن تلاقيها هي خلاص حطت اصلا اصوات مشاهير كتير قوي، وممكن تخش وتجرب بنفسك. حتى اسمع كده. This is a standardized audio sample to demonstrate voice stability and tone without any voice acting. For optimal results, try doing your best impression. This is a standardized audio sample to demonstrate voice stability and tone without any voice acting. For optimal results, try doing your best impression. This is a standardized audio sample to demonstrate voice stability and tone without any voice acting. For optimal results, try doing your best impression. ممكن تخش على يوتيوب هتلاقي في ناس اصلا بتجرب الموضوع ده. انا لسه شايف فيديو عبد الحليم حافظ بيغني اغنيه مخصماك. الموضوع صعب وخطير، وانا مش عايز اخوفك، بس زي ما بقى فيه صور بالذكاء الاصطناعي هيكون عادي جدا في اصوات بالذكاء الاصطناعي. حاول تنبه صحابك واهلك، وبالاخص الناس اللي مش بتفهم في السوشيال ميديا قوي، انه يحاولوا يقللوا كمان من الفويس نوتس اللي بيبعتوها لاي حد. واعتقد ان احنا ممكن نسمع في الشهور اللي جايه ان في ناس اتبعت لها فويس نوتس من اهلها بيقولوا لها ابعت لنا المبلغ الفلاني او حاجه على الرقم ده، ويطلع عمليه نصب وسرقه. فلو سمحتوا خلوا بالكم.